أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنغوص في تفاصيل مباراة مهمة جدا في كأس العالم للأندية 2025. أهلا بيكي. المباراة لجماعة الترجي التونسي ولوس أنجلوس اف سي، ودي كانت الجولة الثانية يوم 21 يونيو في ناشفيل. صحيح، وانتهت بفوز الترجي 1-0. بالظبط. بس الغريب إن السيطرة على الكورة، يعني الاستحواذ، كان لصالح لوس أنجلوس. هنا النقطة المثيرة للاهتمام. فالسؤال هو كيف الترجي قدر يحقق الفوز ده رغم إن الكورة كانت مع الفريق الأمريكي أغلب الوقت؟ خلينا نبدأ تحليلنا. تمام، المباراة دي بتورينا إن الاستحواذ مش كل حاجة في الكورة. هنشوف تقرير المباراة، الإحصائيات، ونفهم التكتيك والأداء اللي ورا النتيجة دي. حلو جدا. نبدأ بالتكتيك. خطة الترجي اللي شفتها كانت مرنة قوي. إزاي؟ يعني بدأوا ب4-3-3 شكلية، بس أول ما يخسروا الكورة تلاقي الفريق كله رجع ل4-5-1. دفاع منظم جدا. صحيح 100%، ده كان واضح جدا خصوصا في الشوط الثاني. هل ده كان السبب الرئيسي في إيقاف خطورة لوس أنجلوس؟ الانضباط الدفاعي ده؟ أعتقد ده كان عامل أساسي. التحول السريع ده قفل المساحات كويس قوي. في المقابل لوس أنجلوس لعبوا بخطة هجومية أكتر، 4-2-3-1. سيطروا على نص الملعب بس لقوا صعوبة كبيرة إنهم يخترقوا الدفاع التونسي. كان منظم جدا. ونقطة الضعف اللي استغلها الترجي بذكاء كانت بطء لوس أنجلوس في الرجوع للدفاع. وده اللي فتح الباب للمرتدات السريعة. بالظبط. وهنا بقى يجي دور يوسف بليلي. كان أكتر من مجرد إنه جاب الجول، أكيد. كان هو المحرك الأساسي للهجمات دي. بتحركاته ومهاراته كان مصدر قلق دائم ليهم. فعلا، بليلي كان نجم المباراة بدون شك. الهدف بتاعه كان لحظة فارقة. بس مش لوحده. لا طبعا، ما نقدرش ننسى دور الحارس بشير بن سعيد. تصديه بضربة جزاء في الوقت بدل الضيع، ده مش مجرد إنقاذ. ده كان تأكيد على قوة شخصية الفريق كله. تماما، في لحظة ضغط رهيبة زي دي. ومن ناحية لوس أنجلوس بوانجا حاول، صح؟ حاول كتير وشكل خطورة فعلا، بس زي ما قلتي الدفاع كان صاحي والحارس كان في يومه. الغريب إن سيطرتهم على الكورة، يعني حوالي 60%، ما ترجمتش الفرص خطيرة كتير ورا بعض. وده يرجع لقدرة الدفاع ووسط الترجي على تكسير رتم اللعب بتاعهم. مظبوط. طيب لو حبينا نلخص أسباب فوز الترجي، ممكن نقول الفاعلية الهجومية؟ أكيد، 5 تسديدات على المرمى من 10 محاولات بس، واحدة منهم كانت كفاية. فاعلية ممتازة، زائد طبعاً أداء الحارس والالتزام التكتيكي العالي طول الماتش. بالظبط. وفي المقابل خسارة لوس أنجلوس سببها واضح. اللي هو فشلوا يستغلوا الاستحواذ ده. مفيش حسم قدام المرمى، مفيش حلول مبتكرة قصاد الدفاع المنظم. ويمكن كمان اتأثروا نفسياً بعد الهدف. وارد جدا، ظهر عليهم الارتباك شوية. وده يرجعنا لنقطة إن الفاعلية والتركيز أهم من مجرد الاستحواذ. الأرقام بتأكد الكلام ده. 40% استحواذ للترجي، بس 5 تسديدات على المرمى مقابل 3 بس لوس أنجلوس. وشوفي كمان ضربة الجزاء الضيعة دي كانت القاضية لأملهم. الفوز ده كمان ليه أهمية تانية. ده أول فوز لفريق عربي في النسخة الجديدة دي من البطولة. صحيح، دفعة معنوية كبيرة جداً للترجي وللكرة العربية. والأهم دلوقتي المباراة الجاية ضد تشيلسي يوم 25 يونيو. الاتنين معاهم 3 نقط، هتكون مباراة حاسمة. أكيد، هتحدد بشكل كبير مين اللي هيتأهل. يبقى خلاصة تحليلنا إن الترجي قدم درس في إزاي تكسب ماتش صعب. فعلا. تنظيم دفاعي حديدي، صبر تكتيكي، استغلال مثالي للمرتدات، ولمسة حاسمة من النجم والحارس. وده يخلينا نفكر في السؤال المهم للمستمعين. اتفضل. الأسلوب ده، يعني الدفاع المنظم والاعتماد على المرتدات واللحظات الفردية، نجح قوي مع لوس أنجلوس. بس هل ممكن يمشي بنفس الكفاءة قدام فريق زي تشيلسي بكل خبرته وقوته؟ سؤال مهم فعلا. ولا الترجي هيحتاج يغير أسلوبه شوية، يمكن يكون أجرأ عشان يقدر ينافس على التأهل؟ ده اللي هنشوفه.